لو صحيت من النوم وانت راضي عن ربك قول الحمد لله. وفي حد مش راضي عن ربنا؟ احب اقول لك في ناس كتير جدا مش راضي عن رب العزة سبحانه وتعالى، وان ما كانش الكلام ده بيقولوه بلسانهم فهو موجود في فعلهم، وان ما كانش موجود في فعلهم ففي ناس موجود في قلبهم. مثلا لما رب العزة سبحانه وتعالى يقدر عليك ابتلاء فتلاقي نفسك بتسخط من الابتلاء ده، والادله على كده كتير، وانا هجيب لك الكلام ده بالدليل اعرفك بيها ان في ناس فعلا مش راضيين عن رب العزة سبحانه وتعالى. لان رب العزة سبحانه وتعالى يكرمك بانك تكون راضي عنه، فربنا اختارك وميزك بصفة ايمانية عظيمة دونا عن كتير من خلقه، صفة موجودة فيك كعلامة بتبين لك وتأكد لك ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك زي ما انت راضي عن رب العزة سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيقول ايه؟ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم وكرهوا ايه؟ وكرهوا رضوانه. آية تاني سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. في آية تاني ربنا سبحانه وتعالى تأكيدا على صفة الرضا عن الله بيقول ايه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال تاني ايه؟ فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال تاني ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال تاني ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. دي كلها آيات من رب العزة سبحانه وتعالى بتبين لك وتوضح لك إن في ناس بترضى عن الله وفي ناس ما بترضاش عن الله، بل وفي ناس بتكره رضا الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول ايه في كتابه مدارج السالكين؟ إن علامة رضا الله تعالى عن العبد هي رضا العبد عن ربه، فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضا العبد عن الله من نتاج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. سمعت ابن القيم بيقول ايه عن رضا العبد عن ربه؟ طب اقول لك تاني برضو من كتاب ابن القيم في مدارج السالكين عن ابن الثوري عن ضرابعة قال ايه؟ اللهم ارض عنا. فردت عليه قالت له ايه؟ اما تستحي ان تسأله الرضا عنك وانت غير راض عنه؟ قال استغفر الله. ثم قال لها جعفر بن سليمان متى يكون العبد راضيا عن الله؟ فقالت إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. فلو شايف ان المعلومة دي مفيدة ما تنساش تشيرها مع غيرك. تحياتي ليكم.